أهلا بيكم على قناتنا وقناتكم قناة خزنة الأفلام. فيا مساء الخيرات على أحلى وأجمل متابعين في الدنيا كلها. حكايتنا النهاردة عن فيلم شهير من أفلام الدراما والرومانسية المصرية. عاوزين تعرفوا هو فيلم إيه؟ وإيه قصته؟ ومين أبطاله؟ وتفاصيل الحكاية؟ تعالوا معايا. حكايتنا النهاردة عن فيلم الأنثى والذئاب، وهو واحد من أشهر أفلام الدراما والرومانسية في السينما المصرية، واتعرض سنة 1975. كتابة فيصل ندى ومن إخراج نيازي مصطفى. الفيلم من بطولة ميرفت أمين ونور الشريف وعادل أدهم ونوال أبو الفتوح وعايدة كامل ورشوان توفيق. الفنانة ميرفت أمين اتولدت يوم 24 نوفمبر سنة 1948 في محافظة المنيا من أب مصري وأم اسكتلندية، وقدرت تبقى واحدة من أهم نجمات السينما المصرية خصوصا في السبعينات والثمانينات. درست في كلية الآداب بجامعة عين شمس قسم لغة إنجليزية، وبدأت مشوارها الفني لحد ما بقت من أشهر نجمات جيلها. على المستوى الشخصي اتجوزت أكتر من مرة، وأول جوازة ليها كانت سنة 1970 من المطرب السوري موفق بهجت، لكن الجوازة ما كملتش بعد ما سافر لبنان واتقبض عليه في قضية مخدرات فطلبت الطلاق. بعد كده اتجوزت من عازف الجيتار المعروف عمر خورشيد، لكن حصل انفصال بينهم بسبب علاقته بملكة جمال الكون اللبنانية جورجينا رزق. بعدها اتجوزت الفنان حسين فهمي وخلفت منه بنتها منة الله، واستمرت الجوازة فترة طويلة نسبيا قبل الانفصال. وبعدها اتجوزت المنتج الفلسطيني حسين القلة لفترة قصيرة سنة 1988، وآخر جوازاتها كانت من رجل الأعمال مصطفى البليدي. أما فيلم الأنثى والذئاب فقصته بتدور في إطار درامي حوالين سلمى، البنت اللي عايشة حياة مضطربة بعد انفصال أبوها وأمها وجواز كل واحد فيهم من شخص تاني، وده خلاها تدور على الحب والاهتمام بأي طريقة، وبتقع في طريق شفيق اللي بيضحك عليها بكلام حب ووعود بالجواز. ومع الوقت الأحداث بتبدأ تسخن وتدخل سلمى في مشاكل وأزمات كبيرة، وبتتصاعد الأحداث.